مين اللي هيعدي ومين اللي مش هيعدي لدور ال 16 من الفرق اللي هتلعب البلاي اوفس. هتكلم عن ماتش ريال مدريد ومبابي هيلعب ولا مش هيلعب ومورينيو هيعمل معاهم ايه. هنتكلم عن انتر ميلان اللي مستواها بقى بيقلق وشكلها كده ممكن تخرج من بودو جلمت. هنتكلم عن اتلتيكو مدريد اللي تكسب برشلونه 4 بعد كده تخسر 3، وباريس سان جيرمان اللي هتلاعب مكسوره الجناح موناكو وهتعمل معاها ايه. خليك معايا وهقول لك اللي هيحصل بالظبط بكره وبعده، وهقول لك مين اللي هيعدي ومين اللي مش هيعدي، ونشوف ان هطلع صح ولا غلط. مبدئيا كده خلينا نتكلم على ريال مدريد وبنفيكا، الماتش اللي هيتعاد تاني، الماتش اللي كان يعتبر احسن ماتش في الجوله اللي فاتت في دوري اوروبا. لما سجل توربين الجون وكانت حاجه في منتهى الجمال، وبنفيكا تخش في المنافسه بسبب الجون الرابع اللي هم جابوه، مش بالفوز بس. مورينيو الهيجان اللي شغال ما شاء الله، يعني عايز يعيد امجاد بنفيكا ولعنة بنفيكا والحاجات اللي احنا عارفينها، الستوريات الاسطوريه الكلام ده. فبصراحه بنفيكا يتقلق منها، يعني ده لا شك فيه، يعني ان اكيد ريال مدريد هتبقى بتلعب. اي نعم ريال مدريد الماتش اللي فات سواء كان ضد ريال سوسيداد او فالنسيا او الماتش كمان اللي قبليه تقريبا رايو فايكانو، قدروا ان هم يطلعوا بالفوز. نفس الكلام برضو بنفيكا اخر ماتشين او اخر 3 ماتشات، واحد تعادل واتنين فوز. ولكن يعني الفرقتين في مستوى كويس جدا، ولكن اكيد برضو ريال مدريد مقلقه من بنفيكا، ونفس الكلام برضو اكيد بنفيكا مقلقه من ريال مدريد، ودي تبقى حلاوه الماتش. وهنشوف ماتش برضو نفس مستوى الماتش اللي هو كان في الجوله اللي فاتت، فانا متحمس جدا للمواجهه دي بصراحه. نقطه امبابي كان عليه كلام ان هو مش هيلعب، وخصوصا ان هو الماتش اللي فات ضد ريال سوسيداد ما بداش اساسي اصلا، ولا حتى تقريبا لمس النجيله وما نزلش الملعب يعني اصلا، ولا بدل حتى. فالناس كانت قلقانه امبابي عنده اصابه ما عندوش اصابه مش عارف ايه، لحد لما فابريزو طلع وقال لك ان هو كان بس بيريح امبابي، وان هو هينزل بيه زي ايه، سبيشال كارد كده او ورقه الرابحه يعني ضد بنفيكا. جمهور مدريد اطمن وان هو امبابي هيلعب وكده، ده بيضيف كتير قوي للماتش. امبابي وجوده من عدمه اكيد بيفرق كتير قوي في الماتش. طب تقول لي هو انت لو ما كان امبابي مش هيلعب كنت تتوقع حاجه تانية؟ كنت اقول لك بصراحه بس مش قوي برضه. هقول لك ازاي. انا بالنسبه لي شايف ان بنفيكا تعبت وعملت مجهود الماتش اللي فات، وهي بتكسب في الماتشات الاخيره وفي الفورمه وكل حاجه، وهيبقى ماتش تقيل ورزل على مدريد. بس انا شايف ان مدريد هتكسب. مش هتكلم عن العوده دلوقتي، يعني خلينا بس في الذهاب. انا بتكلم دلوقتي على الذهاب اكنه مباراه مستقله. انا بتكلم على الذهاب، انا شايف ان بنفيكا مش هتكسب ريال مدريد في الذهاب. ممكن في العودة تعمل كومباك. إحساسي ممكن يكون إن بنفيكا تفوز في العودة أكتر من الذهاب. حاسس إن في الذهاب مدريد داخلة بسبب الماتش اللي فات وكده، وعايزة تاخد الطار، يعني عايزة تنتقم، عايزة تلعب 200%. وكمان مبابي ما بيحلش كده كده، هيجيب جوان. أي نعم مورينيو هيعرف إزاي يلعبه ويحاكي مدريد، وإن هو الراجل ده عارف مدريد وعارف أسلوب مدريد من زمان، ويكسبهم فرق أكتر من جولين كمان. ولكن أنا شايف إن مدريد هو المرة دي اللي هيخطف. يعني مثلا مدريد ممكن يكسب 3-2، 3-1، 2-1، بس إحساسي أكبر يعني سواء كان 2-1 أو 3-2، يعني هيبقى فرق جون واحد بس لمصلحة ريال مدريد. ده إحساسي إن الماتش هيخلص بالنتيجة دي، يكون امبابي هو اللي مسجل الجوان كلها. فأنا إحساسي كده إن امبابي هو اللي هيكون، امبابي هيقود مدريد إن هم يكسبوا الماتش ده. بس خليكم فاكرين يا طاقم فني إن الكورة ملهاش حدود. إحنا شفنا سيناريوهات غريبة في الكورة، واوقات كنا نقعد نتوقع ومش عارف ايه، ونلاقي حاجه مجنونه كده كده برضو. كل دي اقدار، يعني حاجه مش بتاعتنا. ممكن توربين يجيب هاتريك عادي جدا يعني فاهم، ما تفهمش، فهنشوف اللي هيحصل. بس ده توقعي للماتش 2-1، 3-2 ريال مدريد في الحته دي. يعني قول لي انت برضو توقعك للماتش ايه. نخش على باريس سان جيرمان وموناكو. باريس سان جيرمان اللي طبعا يعني كده كده في الدوري الفرنسي فرقه فحوليه، وعموما في دوري اوروبا برضو كانت يعني مستوياتها كويسة، يعني ما بعيدا عن ان هم نزلوا بلاي اوفس وكده، بس هم برضو كانوا فرقة بتقدم اداء كويس جدا يعني. فعلى الناحية التانية موناكو فرقة يعني جسمها ضعيف، هزيلة شوية. اتدقرت من مدريد قبل كده 6، وكان هم لسه في مرحلة التغيير ومش عارف ايه، واربلوه ومش اربلوه. فيعني وكمان انت بتلاعب المنافس بتاعك في الدوري الفرنسي، فانت عارفه كويس ومذاكره، فمش محتاج تذاكره. فيعني اعتقد الماتش هيبقى سهل قوي 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 على باريس سان جيرمان، والماتش ده يخلص سكور، يعني ممكن يخلص مثلا 4-0 لباريس سان جيرمان على موناكو، او 3-0 مثلا. ده توقعي انا تكتي. قول لي انت برضو توقعك في الكومنتات. الانتر ضد بودو جيلمت، واتلتيكو مدريد ضد كلاب بروج. الماتشين يعني يبانوا سهلين، ولكن هناك وقفة، وهناك نقطة مهمة جدا لازم نقف عندها. ان كلاب بروج حصان اسود، وبودو جيلمت برضه حصان اسود.
ففي فرقة يعني سواء كان أتلتيكو مدريد أو إنتر ميلان هتطلع برّه البطولة يا جدعان، ده إحساسي، إحساسي إن فعلًا في فرقة من الاتنين دول هيبقوا حصان أسود وهيعملوا حاجة مش متوقعة. هتقول لي أنهي أقرب، هاقول لك أتلتيكو مدريد ممكن تكون مستواها متذبذب أكتر من إنتر ميلان، كذا حاجة، بس الواد سيميوني ده يعني حافظ دوري أبطال أوروبا ومذاكره. فأنا رأيي إحساسي يعني حاسس إن في الآخر اللي هيحصل إن أتلتيكو مدريد هتبقى برّه، لأ سوري معلش، إن أتلتيكو مدريد هتبقى جوّه البطولة. يعني أتلتيكو مثلًا ممكن تكسب، أتوقع مثلًا تكسب 3-1 كلوب بروج أو 3-2، وإنتر ميلان هي اللي هتتضرب بشالوت برّه البطولة. ده إحساسي من بودو كلمة هتعمل ماتش خطير على إنتر ميلان. طب ده بالنسبة للإجمالي، لكن بالنسبة للذهاب ممكن إنتر ميلان تكسب 1-0، أو حاسس إن ماتش إنتر ميلان وبودو كلمة ده ممكن ينتهي تعادل مثلًا. وأتلتيكو مدريد وكلاب بروج ممكن كلاب بروج كمان تكسب بكرة، يعني ممكن كلاب بروج تكسب الذهاب، بس في الآخر أتلتيكو مدريد هترجع عليها وهتطلع هي للدور ال16، وإنتر ميلان هتطلع برّه البطولة. ده إحساسي بيقول لي كده. يوفنتوس وجالاتا سراي الفرقتين اللي مستواهم تقريبًا شبه بعض، يعني أنا حاسس برضه إن بكرة هيبقى ماتش يخلص مثلًا بفوز يوفنتوس 2-1. ممكن جالاتا سراي تعمل مفاجأة، ممكن ترجع، عندهم لعيبة جامدة أوي زي أوسيمين، عندهم إمكانيات. إحساسي إن ممكن يعني الماتش ده 50، 50 أوي بصراحة، بس أنا أتوقع مين اللي هيتأهل. أتوقع إن يوفنتوس هتتأهل، تمام. ونشوف برضه أنت برضه اكتب لي على كل الماتشات اللي فاتت دي توقعك، وقُل لي رأيك إيه، شوف مين في الآخر صح. نيوكاسل وقراباغ، قراباغ الفرقة اللي برضه عاملة قلق وعايزة تبقى حاجة ورخمة وبتعاند ضد نيوكاسل المنظمة مؤخرًا جدًا، وعندهم لعيبة زي بارنس وولتميد وجوردن ماسكين الفرقة طبعًا في الهجوم وشغالين الله ينور. فأنا بصراحة الماتش يعني الذهاب والعودة نيوكاسل هتكسب فيه، ونيوكاسل هتتأهل للدور اللي جاي. أتلانتا ودورتموند، أتلانتا هتعافر وكل حاجة، ولكن دورتموند راجل خبرة في البطولة دي وعارف بيعمل إيه، وعارفين بيعملوا إيه. فأعتقد إن في الآخر برضه الفوز هيكون من نصيبهم هم. في الذهاب ممكن يخلص تعادل مثلًا، أو أتلانتا ممكن تفاجئ دورتموند بكرة، ولكن في الإجمالي بروسيا دورتموند هي اللي هتتأهل للدور اللي جاي، وأتلانتا هتطلع برّه البطولة. هنطلع بعد اللي هيحصل بكرة وهنشوف يعني كام حاجة قُلتها صح. يعني لو أنا قُلت كلّه صح طبعًا هاطلع أعَقّب في الفيديو من كتر العظمة. لو قُلت كلّه غلط برضه بصراحة هابقى يعني ما شاء الله عليّا، يعني زي كده الناس اللي هُم بيقولوا حاجة وتطلع عكس الحاجة دي، فهاعتمد نفسي في الحتّة دي يعني. بس إن شاء الله الأغلب يعني يطلع اللي أنا قُلته صح، لإن أنا إحساسي ما بيخيبش إن شاء الله يعني، قُل إن شاء الله. وليفركوزن برضه نسيناها، ليفركوزن هتكسب أولمبياكوس رايح جاي وهتتأهل هي من البطولة في الآخر يعني، فمش محتاج كلام يعني. ده كان توقعي لماتشات بكرة والإجمالي إيه اللي هيحصل في البطولة، أو إيه اللي هيحصل في الplay knock out دي، ومين اللي هيتأهل ومين اللي مش هيتأهل. قُل لي أنت برضه رأيك في الكومنتات، وقُل لي أنت شايف تتفق معايا في كام ماتش وكام ماتش لأ. شوف بكرة هتبدأ الحكاية، هتبدأ توقعات، شوف صح في إيه ومش صح في إيه، وأشوف بقى أنا troll مين والّا مش، حكايتي إيه تبقى إيه حكايتي بكرة يعني. أشوفكم على خير بكرة بعد الماتشات أو بعد بكرة يعني. باحبكم يا طاقم فني. باي باي.